ونحكيه على قائمة المنتخب اللي باش يتم اعلانها اليوم العشية 4 متاع العشية من الناخب الوطني صبري اللاموشي في كونفرنس دو بريس باش تكون العشية 4 متاع العشية في جمرت باش نحكيه اكثر على القائمة متاع المنتخب. خلينا ناخذ كلمة شنو توقعاتكم قبل ما نعطيكم شوية ملامح القائمة اللي وصلتنا هكا من بعض المصادر الخاصة. خلينا نبدا معك انت سيد علي، شنو توقعاتك الانتظارات نتاعك من القائمة؟ شكون اللاعبين يستحقوا وشكون لا؟ كيفاش تشوف؟ والله الاتجاه والاكثريه نتاع المشي نتاع كندا خديك تلقى النويو نتاع الملاعبيه مع بعض الملاعبيه اللي هم فورم في تونس وظاهرين. يا اخي عندنا القوله فورم نتاعنا زوز ولا ثلاثه ظاهرين، والقوله اللي مش ظاهرين بالعكس. نعم القوله اللي مش ظاهرين معناها عليه مش ظاهرين. اول حاجه سلام مهيب ظاهر، دحمان ظاهر، بن حسين وبن سعيد الاربعه ظاهرين. بن سعيد جات الشهر هذا ماتش ولا كات ماتش ما لعبش، فهمتني ولا؟ فرحاتي خلينا نعطي المعلومات اللي وصلتنا وبعد ما نساش تكون افضل تعليق عليها. تفضل اعطينا معلومات. لي جارديان بالنسبه للمعلومات اللي وصلتنا بنسبه 90% باش يكون مهيب الشامخ، واللي في اختيارات اللاموشي هو الجارديان الاول يبدو لي في المنتخب. ايضا ايمن دحمان موجود، وكذلك حارس النجم الرياضي الساحلي صبري بن حسن، واللي هو اللاعب الوحيد من الاتوال الحاضر. تقريبا ذوما الخيارات الثلاثه. بشير بن سعيد نعرفه غايب عن الميادين عنده مده، والفرحاتي صراحه تظلم ولا يستاهل. خلينا نبدا بالحراس، ناخذ رايكم في الحراس. خويا انا الخمسه هذاكم بن سعيد الضرب هذه، لكن قدم موسم زاد ما نساوش، قدم موسم بالشامبيونز ليج، عمل مباريات ممتازه. حتى حد ما يشك بصراحه عمل موسم اكسبسيونيل، فهمتي؟ والارقام احسن دليل. شامخ معاه دحمان زاد في انفور، بن سعيد لبس عليه، صبري زاد عمل اخر الايامات هذه ما كانش في احسن حالاته، لكن عمل موسم بصفه عامه ممتاز. فرحاتي كيف الشيء يعني فرحاتي زاد. لكن تقعد كلمه الاخر المدرب هذا من الخمسه نتاعنا مدرب ممتازين، كان باش نزيدوا نحطوا الحليوي نتاع المستير زاد عمل موسم استثنائي زاد. يعني نقولوا ما عندناش مشكل في الحراسه، ديجا حاجه باهيه، ما عندناش مشكل في الحراسه. ما تنساش عندنا ولدنا زاد في روما قاعدين نحضروا فيه والمستقبل فهمتني نتاع. وشفتوا حارس زاد اوديسات اللي يلعب في المغرب تبارك الله، حارس ممتاز يلعب في السشوط اللي يعني الحراس ما عادش عندنا مشكل في الحراس الحقيقه. شكون يحب يعلق على الحراس ولا نقدموا شويه للدفاع؟ انا اذا كان نور الدين الفرحاتي ما يكونش موجود في القائمه نتاع المنتخب، انا متاكد انه هو تظلم وظلمت معاه الملعب التونسي. نور الدين الفرحاتي يتواجد في كم قائمه موجود، وحراس الكل خذت فرصهم، والحارس هذا يعمل في ارقام كبيره في المنتخب، لكن مشكلته الوحيده وعمل قداش من كلين شيت، وتصدى ركلات جزاء، وتصدى الكرات، يعني عمل كل شيء في البطوله. شنو نور الدين الفرحاتي شنو يلزم يعمل باش يكون في المنتخب اليوم؟ حاجه واحده اللي ما خدمتوش نور الدين الفرحاتي اليوم، ممكن هذه الحاجه الوحيده انه ما عندوش ناس تضرب عليه في البلاتوات صراحه. والله ديما نجم نور الدين الفرحاتي انا نشوف فما برشا يخدموا كل واحد. باش نقول لك انا الحراس تصور صبري اللاموشي معناه يتاثر؟ لا ما يتاثرش، انا مع صبري اللاموشي في القائمه مهما كانت، لكن انا نحكي على شخص انا شفته قدام عيني، تفرجت في عديد المباريات، تفرجت في الدوري التونسي وفي المنتخب، عيطوا له قداش مره ما خدش فرصته، علاش ما نعرفش، ولا اليوم قاعد يثبت انه هو جدير باش يكون في المنتخب. صبري الحراس بالنسبه لي انا ثلاثه اللي نشوفهم واضحين. بشير بن سعيد ممكن ضرته الظروف شويه، الاصابات وفريقه ما لعبوش وقت اللي يروح من كاس العالم وقعدوا كذا، الإصابة يلعب. بالنسبة لي أنا ثلاثة حراس اللي ظاهرين وما غير ما فيهمش مهيب الشامخ، نور الدين الفرحاتي وأيمن دحمان. صبري بن حسن حارس كان ينجم يكون بالنسبة لي أنا في رأيي الخاص كان ينجم يكون مكان دحمان، لو لا ما خدموش الديفونس بتاعه، الدفاع اللي هو منظومة الدفاعية بتاع النجم. صبري بن حسن قبل 30 هدف. اليوم كي تقارنوا مع نور الدين الفرحاتي 14 هدف، ما نجمش اليوم كيف أيمن دحمان حارس متألق وشفناه في كم مرة مع المنتخب، لكن غلط
لكن قاعد يرجع في روحه. هذا علاش قلت لك اي بقات بالنسبه لي انا المنافسه الحارس الثالث بين دحمان وصبري بن حسن. خلينا نكمل نعطي بقيه الاسماء وبعد نرجع نجيك لك انت طارق في التعليق. في الدفاع في مركز الظهير الايمن المعلومات اللي وصلتنا باش يكونوا تقريبا غايف الزعلوني، معتز النفاتي، ويان فاليري اللي نجم يلعب حتى كمدافع محوري باش يكون. عمر رقيق موجود كيف ايضا باش يكون موجود. منتصر الطالبي بالطبيعه موجود ايضا لاعب المنتخب الوطني التونسي. على اليسار امين بن حميده نجم يكون على اليسار ونجم يكون في محور الدفاع ايضا علي العابدي. هذوما اغلب الاسماء اللي باش تكون موجوده في القائمه نتاع المنتخب. وسط الميدان ما فماش مفاجات كبيره ايضا باش يكون السخيري كيف ايضا موجود، حنبال الاسماعيل الغربي. القدام يمكن مفاجات تنجم تكون غياب الياس العاشوري بنسبة كبيرة مش باش يكون في القائمة نتاع المنتخب الوطني التونسي. خليل العياري موجود في الليستا. سيف الطيفي لحد الآن تواجده ماهوش مؤكد بصفة 100%. تونكتي موجود في قائمة المنتخب. في الهجوم شوات أيضا موجود، حازم المستوري موجود أيضا كذلك، لؤي بن فرحات. تقريبا هذم أغلب الأسماء اللي تنجم تكون موجودة في اللائحة نتاع المنتخب. طارق خلينا نجيك لك أنت حبيت تعلق. انا مع رايي بطبيعه اكرم. انا نرى الشامخ وبطبيعه دحمان و فرحاتي ودحمان بطبيعه ومهيب. علاش؟ على خاطر احنا عندنا 5 حراس اليوم. كي نحكيو على بن حسين مش نحكيو على الكاليتين تاع الجارديان ذا، ولا بن حسن مش نحكيو على الكاليتين تاع الملاعب، مين نحكيو اللي هو بليسي ساعه. هو توا في زوز مقابلات ما يلعب رجع يلعب، ما يرجع رجع يلعب. وكان ترى في خروجه في اخر مقابله معناها يمشي بالسيف. في المقابله اللي فات كيف خرج في وسط عيطوا له ما يعرفوا عندهمش فكره على ملف الصحي ما نتصورش. شوف انا عندي 5 باهين. ديما نحب نقول قائمه متوقعه مازالت ما يشرف. انا نقول عندي 5 باهين حسب رايي انا. فرحاتي معناها يستاهل. بالنسبه للقائمه الاخرى في الدفاع خاصه مركز الظهير الايسر اللي كنت فيه انت ايضا اليوم اعاده الثقه في بن حميده رغم اللي يتعدى بفتره خايبه شويه في الترجي. في المقابل حسب المعلومات اللي وصلتنا ديما نقولوا باحتراز معناها السيلي مش موجود، علي معلوم مش موجود، تحكي عليهم ايضا اللاعبين هذول. بكار موجود؟ لا مش موجود. انت معلوم به برشا هشام بكار. لا ما خاطر بولي فالون انت تلوج على ملاعب يلعب في اللاكس وملاعب يلعب بارير جوش، دونك ما تلقاش بكار. معناها بالنسبه لي انا ترجي ما تنجمش تهز منها بن حميده اليوم. ترجي تهز منها رفيعه معناها مش تهز رفيعه يلعب مخر شوي. ان باترون فري باترون نحكيو على الملاعب اللي بيستحق له الكاركتير الكبير. بالكش يكون موجود. وما نعرفوش نحكي لك كيف الاسبيرونس ثم احتمال يكون موجود صحيح. مي كي نقولوا توا على معناها بن حميده يمكن الاختيار المدرب باش ما نظلموش زاد المدرب على مقابله كندا خاطر بن حميده عمل مقابله كبيره. وهذا باش نقول لك بالنسبه بن حميده شافوا صحيح معناها دوبري يعرف يكوني لا بيرسون حتى سور لو بلان مونتال كذا دونك ينجم يخير بن حميده. بن حميده راهو تمس ذهنيا اكثر منه. هذاك علاش كان معناتها لي كاليتي نتاعو موجوده. ما عنده لاباتاج وعندك الجرينتا وعندك معناتها فيزيكمون زاد وقت يبدا يخدم باهي فهمتني. دونك المدرب ينجم يختار بن حميده خاطر بن حميده تمس راهو في الوقت هذا تمس كان سور لو بلان مونتال ولا اقل. كان باش تختار الكاليتي انترنسيك تاع الملاعب ينجم يكون في الكيم ناسيونال. كان باش تختار من البطوله بن حميده ما يكونش في الشوا. كان باش تختاروا على مقابله نتاع كندا وكيما حكيت انت دوبري راه المدرب دونك باش يكون في المحور مرياح جلاسي بن عبده ما كانش نجم يكونوا في الخيارات نتاع اللاموشي. والله بالنسبه للاكس ما نعرفش شكون بالضبط. رقيق وطالبي رقيق جابوا زاد شاف ورقيق جا معنا من قبل. موجود رقيق موجود معناتها الطالبي وعلى غرام موجود. على غرام موجود. هذوما هما الاكس. فاليري في الاكس ينجم ندخل فاليري خذاها ان طون كاري دروا وينجم عنده بن حميده كيف دو حتى بن حميده نجم يلعب بون. بن حميده بيتيتر با اما انا نرى اللي اسمه ينجم يقدم
نتاع كرون العابدي ويحطوا وراه بن حميده نجم تكون وصار ما عملها يا اخي في نيس تفرجت فيه العابدي يلعب كي اكسنتريك مش حتى اكسنتريك 3 في المحور هما يلعبوا 3-4-3 ولا هو في المحور انت جاي باش تلعب ضد جمعيات كبار اليابان ولا هولندا ولا حاجه معناتها ينجم يوظف الملاعبيه في بعض الاماكن اللي بولي بالانس نتاع اسمه هذا معروس ايضا موجود في محور هذا معروس اي ما باهي معناتها اللي كاتر سونترون نتصور انا هذوكم هما في وسط الميدان العيدوني فرجاني ساسي فماش مفاجات كبيره اعتقد في وسط الميدان الوسط عندهم مكان فرجاني وعيدوني. الحاج محمود ثم سخيري حنبال الغربي سخيري ورون خضيره رامي والغربي حنبال والغربي لا بن سليمان انيس بن سليمان ينجم يكون العيدوني عندهم مكان ولا في رايك؟ خويا شو نقول لك فرجاني اللي متالق هداف قاعده في قطر اللي نخمم فيه لونترنور هو نوايو اللي لعب له 2 ماتش انترناسيونال في كندا. اي عمل له اوبسيون هذاك الاوبسيون نتاعو باش يمشي في الاتجاه هذاك. لكنه قال وقت السدالي عندي ملاعبين نعرفهم كما حكى على فرجاني وقت هو قال لكن الواقع التيران يقول لك عندي بلاعبين نعرفهم يحتمل له الواقع التيران لونترونور سامحني سيد علي لونترونور كي يشدك ويبدا يطبطب بيك ونعرفك وكذا معناتها راك برا هذا باش نجبد لك حكايه هذا مثالش خلينا نجبدوها باش نبدلوا شويه نضحكوا بابا حميد كي يعمل هكا جوال عارفوا راهو نعرف شد بشوشه مره يا اخي عبد الكريم قالوا تحيه لعبد الكريم بشوشه. طيب نعمر قبل بالجيسو هكاك تعرف رانا السيوتي هكاك اذا شدك بدا يحكي معاك ليله الماتش معناتها راك ماكش تعرف. هذا خويا سلام نوايو خذاه من الاكسبيريونس نتاع 2 ماتش اللي هما تري امبورتون بالنسبه له هو قيمهم مع الناس مشات لادجوان كارديان والونترونور جارديان وونترونور ادجوان نتاعو عملوا دوره وشافوا وقيموا التيران حاجه والكلام حاجه اخرى. ثم سياسه واللي تعطيه الحق في المشي نتاع كندا هو الجمهور. لا الاغلبيه كانوا فرحانين سي بوزيتيف الرياكسيون نتاعهم كله كانت رياكسيون بوزيتيف بالنسبه للاتجاه اللي ماشي فيه الفريق القومي هو تغيير السيكل وفهم تاع بعض الملاعبيه ودخلنا في سيكل جديد والناس فرحانه بالعياري فرحانه بالغربي فرحانه بلؤي فرحانه بتونكتي يعني الغربي اللي مش يلعب مع جماعته مش يلعب تقريبا من اخر مقابلاته مع المنتخب ما لعبش في كاليتي غوله الاولاد حتى لو كان مش يلعب اما لاعب يغول ما فماش خير منه اسلام انا بقى كان مصاب رجع تبارك الله وان شاء الله يخرج من بيرلي يمشي الجمعيه اكبر في نيفو اخر. يعني عندنا كيب باهيه عندنا وليدات باهيين لكن الاوبسيون تاع المدرب ماشي في النوايو الاكثر تاع مشي كندا توجه صحيح. خلينا نقدموا الخط الامامي. في رايك استبعاد العاشوري اللي كيف مش يلعب مع جمعيته ما كانش ينجم يكون يحظى بالفافور اللي خذاها معناتها اسماعيل الغربي معنا نعيطوا له حتى كان مش يلعبوا الا لا ما عندوش مكان الياس العاشوري. لا كيف الياس العاشوري عنده مكان لكن اذا كان اليوم يكون خارج القائمه مش ساعات تلقى 4 لاعبين عندنا 4 لاعبين في نفس المكان وتقريبا نفس الامكانيات اللي هما الطيف وعندنا الياس العاشوري والياس سعد 50-50 والياس سعد عندنا تقريبا 4 لاعبين ما نعرفش. الياس سعد موجود الياس سعد الياس العاشوري والطيف نسيت فما عندنا لاعب موجود تونكتي لاعب ممتاز جدا يعني 4 لاعبين لازم اليوم مضطر انك باش تخرج واحد فيهم. ممكن انا نصور اللي قاعد يلعب اكثر وحاضر اكثر مباريات هو اللي باش يكون لازم يكون في القائمه خاطر الغالب اللي حاشتنا بالحضور البدني زاد بتاع اللاعبين. نفس الشيء انا بالنسبه لي كمهاجمين في قلب الهجوم واضحين المهاجمين نتاعنا. لكن انا الحقيقه ما نصورش فما مفاجات كبيره في القائمه نتاع الدليل انا نحكي اليوم حتى على البطوله الوطنيه نتاعنا ممكن حكينا تو احنا
واحد، نحكينا على لاعب من صفاقس ولا زوز لاعبين من الترجي وزوز ولا 3 ولا 4 من النادي الافريقي فقط. معناها الاختيار في البطوله واضح. اش تبقى شفنا الطاقم الفني قاعدين يخدموا، ولو انه صرح قبل صبري لاموشي قال البطوله ممكن ماهيش ممكن كانت اخر اهتماماته، لكن شفناهم قاعدين يخدموا مع المساعدين نتاعهم على ارض الواقع. قاعد يدور قاعدين يشوفوا المساعدين نتاعهم. احنا اليوم لازم نقفوا معاهم مهما كان، مهما طلعت القائمه. حكى خويا طارق على بن حميده وسي سي 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 هشام كيف وسام السهيلي، هذوما نجم يكونوا في القائمه الموسعه نتاع المنتخب، لكن اذا كان ما يقعش دعوتهم مش معناها راهو ظلموا. فما شكون في مكانهم راهو معناها، لكن هذوما كما نقولوا احنا لو تمت دعوتهم ممكن اجتهاد اضافي من الطاقم الفني، لكن اذا كان ما تمتش دعوتهم ماهيش مفاجاه بالنسبه لي. خيال العيار يعني نبدو انه مؤمن به ورشه صبري اللاموشي. يلزم احنا حكينا الحكايه هذيا باش تبدا تدخل في الملاعبيه الصغار هذوما وانت تعطيه شانس، معناها باش يكون ملاعبي انترناسيونال وقت اللي يكون في البي اس جي. وحتى المدرب ولا البي اس جي في التفكير نتاعو مع الملاعبي يتبدل، خاطر الملاعبي انترناسيونال يبقى المنتخب باش يراه اليوم في معناها في كاس معناها كاس عالم مهم برشا للملاعبي وخطوه باهيه من المدرب، خاطر يلزموا التشبيب سيد علي. تو المنتخب نتاعنا فيه سيكل نتاع ملاعبيه معينين، حتى كان توا قاعدين يعطيو مي بالنسبه للمنتخب انتهاء معناها مرحله ونمشيو مرحله التشبيب، سورتو الملاعبيه تالونتيو هذوما نتاع خليل ونتاع غيره الملاعبيه الصغار. دونك بالنسبه لي انا التوجه نتاعو صحيح وهذاك هو. لازمهم تظاهره كبيره كما الكوب باش يكبروا باش يكبروا ورابي